السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مرام كوك. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبداو الفيديو تاعنا ونبداو الوصفة تاعنا اليوم. جبت لكم وصفة بزاف هايلة اللي هي الفخارة التركية على الطريقة تاعي. شوفوا من المنظر تبان باللي وصفة شهية بزاف وزيد سهلة تقدروا تحضروها، خاصة وتوالم بزاف لرمضان. هاي المكونات نبداو. عندنا فيونداشي ولا دانداشي، نديروا لهم غير فلفل الكحل، الملح، ونديروا العكريت تاعنا درت 2 مغارف صغار، وديروا مغرفه زبده، وندير مغرفه كبيره تاع لا شابلور ولا كيما كان درت 2 مغارف صغار مع شويه معدنوس وبصل. كنت قطعته رقيق بزاف هذاك البصل باه ما يبانش انا هنا درت حبه بصل كبيره، درت الربع درته هنا في الفيونداشي، وهذاك اللي بقى واللي بقى خليته قطعته كبير دوك نستعملوه في المرحله الثانيه. وزدت درت هنا 3 سنينات ثوم متوسطين رحيتهم ودرتهم هنا مع الفيونداشي تاعنا، ونبداو نعجنوا فيه ونخلطوا كامل المكونات. خلطوهم مليح باش يدخلوا كاع المكونات وهذوك لي زيبيس في بعضهم بعض. غير هكا خلطوه غير هكا بيديكم، ومن بعد شكلوا هكا على شكل صبيعات كما تشوفوا، ولا تحبوا ديروه دوائر انا نعطيكم الوصفه كما هي. ديروا هكا على شكل بالطول كما راني ندير فيه انا، وحطوه حتى تكملوا الكميه تاعكم كامل. تحبوا تخلوه في الفريجيدير باش يزيد يشد روحه، وما تحتاجوش ديروا له بياض البيض، مش راح يتفتح لكم هدايا. ومن بعد انا شوفوا كنت جبت البصل تاعي قطعته هكا شرائح، وزدت الطوماطيش ودرت 3 ريسان فلفل، ودرت 3 ريسان 3 حبات سمحوا طوماطيش، وهنا درت هذاك البصل اللي قعد لي وحبه بصل كبيره. جبت المقله تاعي درت فيها الزيت، قليت شويه هذاك الفيونداشي قليته برك، يعني ماشي طيبته زعما حتى لداخل وين طاب، خليته ياخذ شويه هذاك التحميره ويطلق البنه تاعو في هذا الزيت ونحيته. باسكو من بعد راح نرجعوه يزيد يكمل طيب تاعو. من بعد هذيك الزيت درت فيها انا هذاك البصل، درتو كامل في هذيك المقله وقليته، بديت نخلط فيه يتقلى يتشرب شويه هذيك الزيت باش تجي بنينه لاصوص تاعنا. من بعد تجي بنينه قليته هكا شويه خليته ياخذ شويه، ماشي لازم حتى يذبل. ومن بعد زدت عليه هذاك الفلفل الحلو. تحبوا ديروا راس فلفل حار تزيدوا ديروا الا كنتوا تحبوا الحار. خلطتهم كامل هكا، قعدت نخلطهم وغطيتهم خليتهم يطيبوا حتى يذبالوا. رحت نخلط العجينه تاعي، نحضر في العجينه تاعي درت 3 كيسان تاع فارينه، نص مغرفه ملح، مغرفه كبيره خميره، نص مغرفه سكر، ومغرفه لحظه، وطميت وزوج مغارف زيت، وطميت هذا العجينه تاعي بكاس ونص ماء. تقدروا تعوضوا هذيك اللحظه بالحليب، يعني ما ديروش الماء في بلاصه الماء، ديروا كاس ونص حليب. انا ما كانش عندي الحليب كانت عندي اللحظه دونك استعملت لحظه وكاس ونص تاع ماء دافي. ولميت هذيك العجينه تاعي، نتوما كاس ونص نورمالمون يكفيكم، ولا شفتوا العجينه شويه مخصوصه معليش تقدروا تزيدوا لها غير بالمغرفه حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه. هكا بهذه الطريقه لموها. ولا عندكم البيتخان تحبوا تنقصوا على رواحكم ديروها في البيتخان تتعجن راح تكون خير، تولي تجيكم لاباط ليس وتكون طريه اكثر واكثر، خير من اللي تعبوا رواحتكم بيديكم. المهم انا خدمتها هكا بيديا، وبديت نزيد فيها داك الماء. قلت لكم زدت نص كاس حتى تحصلت على عجينه طريه. عجنتها شويه هكا باش تولي ليس، ومن بعد حطيتها في هذا البول وغطيتها وخليتها تخمر. خلوها تخمر 20 دقيقة نص ساعة على حسب درجة حرارة الغرفة اللي راي فيها. إذا كانت عندكم سخانة في الدار راح 4 ساعات تخمر لكم. من بعدها وتوليت المقلة تاعي بعد ما ذبل هذاك البصل والفلفل الحلو تاعي، زدت هذيك الطوماطيش معاهم. إذا كنتم تحبوش طوماطيش رابيوها ديروها سكرفجوها لقطع قطع صغيرة. درت مغرفة عكري، مغرفة فلفل كحل صغيرة، ودرت الملح وخلطتهم هكا كيف كيف، وخليتهم حتى ذبالت شويه هذيك الطوماطيش. وهنا درت 2 سنات ثوم. راح نحضر في لاصوص تاعي. هنا نديروا مغرفه كبيره طوماطيش مصبره ولا كيما انا درت 2 مغارف صغار، وهذا فلفل حلو اللي نرحيوه ونخدموه، وزدت عليه ماء سخون هكا. حليت هذيك الطوماطيش في الماء، ومن بعد شوفوا الطوماطيش تاعي بعد ما ذبالت عاودت رجعت هذاك الفيونداشي، دوك الفيونداشي تاعي اللي كنت قليته من قبل عاود حطيته فوق هذيك
الطوماطيش والفلفل، ودرت عليهم هذيك لاصوص كامل، خلطتهم غير هكا وغطيتهم وخليتهم يطيبوا حتى يطيب كلش ويذبالوا. هنا راح نجيب الطاجين تاعي اللي يدخل للفور، والمقله تاعي بعد ما طاب فيها كلش، وانا درت لها زوج ريسان حار. نحيت هذيك الفيونداشي تاعي ودرت هذيك تشكشوكه هذه تاعي، درتها في الفخار هذا، وزدت جبت مول واحد اخر باسكو جاتني بزاف. وكنت قليت بطاطا، درتها دي بتي كاري مكعبات صغار، اقليوها نورمال كيما نقليو البطاطا، وحطوها من الفوق فوق هذه لاصوص اللي درناها. ومن بعد زيدوا ستفوا هذاك الفيونداشي تاعكم، حطوه كامل فوق هذيك البطاطا بهذه الطريقه، وسكرفشت فوقها. انا درت فوقها الشيدار، تحبوا ديروا موتزاريلا، المهم مش كان عندكم فخوماج غابي هكا درت من الفوق. ومن بعد العجينه تاعي بعد ما خمرت، جبت العجينه تاعي قسمتها هكا ديبول صغار، قسمتها ديبول صغار. ومن بعد نبدا نحل فيها كل طاجين، نحل على حسابه. كيما هذاك الطاجين المدور الفخار هذاك، درت عجينه شويه كبيره وحليتها رقيقه كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه، تحلوها نورمال رقيقه. انا هذيك العجينه من بعد تبقى لي عجينه كي تبقى لكم، عاودوا خبزوها هكا خبيزات صغار وخلوها تخمر وطيبوها في الكوشه. حليتها بهذه الطريقه. جبت الطاجين تاعي، دهنت الحواف تاعو كامل بالزبده هكا باش كي نحط العجينه ما تلصقليش. دهنوا الحواف تاعو كامل بالزبده من الفوق ومن التحت، باسكو العجينه راح تهبطوها من التحت تحت المول شويه كيما كنت تشوفوا. وحطوا العجينه تاعكم هكا من الفوق، ما ديروهاش رقيقه بزاف ومش خشينه بزاف هكا، وسيو تثبتوها مليح في الطاجين من تحتها. بعد ما تكملوا تحطوا العجينه تاعكم، جيبوا صفار حبه بيض، زيدوا لها شويه حليب ولا شويه كريمه سائله، ودهنوا هذيك العجينه كامل من الفوق، وزينوها من الفوق، رشوا عليها جنجلان ولا ساندويتش واش حبيتوا. وهنا سخنوا الفور تاعكم على 180 درجه، ديروها طيب من تحت غير تحسوها بدات تغلي من تحت، شعلوا لها 10 دقائق وشعلوا لها من الفوق، خلوها تتحمر. وهاي النتيجه النهائيه كيفاش تجي بزاف بزاف تشهي بزاف بنينه. المنظر تاعها ديجا يعطيري ويخليكم انكم تجربوها وتعجبكم. ولاصوص تاعها شوفوا تجي خاثره وما تجيش فيها بزاف لاصوص، غير شويه هكا قيس واحد ما يغمس فيها. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها كيما راكم شفتوا سهله. وهذا المول الصغير اللي درت فيه ثاني، وهذيك العجينه اللي بقات لي، شوفوا طيبت هذاك الخبز كيفاش يجي هايل، تقدروا تاكلوا به. اتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. خلوا لي رايكم في التعليقات وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم. تبقوا على خير في وصفه جديده وفي فيديو اخر، والسلام.